شنو رايك استاذ؟ ليه ليه هات عجبك الموقع؟ ليه وهو المطلوب؟ ها اكو شيء لا. شنو؟ الشط خطوتين بس، خطوتين ورجلك على النهر. رائع استاذ انا فكرت بالمشاهد الغراميه وبالعاطفيات. تعرف استاذ ولو انت سيد العارفين دي انت لمنه ثقيل، جرام ثقيل، جرام من نوع الثقيل يا جماعه. ايه شكو بعد عايشة في ايدك. هيا نصور شكو عندها بعد. اكشن. كل الزين شلت ابو العز. اشكرك استاذ. بس الشيء اللي اريده لما تسمع كلمة راح اترس طيرك رصاص تلتاف هيجي بكل شموخ. ها وتواجه عدوك. صار استاذ. صبحي لا انت ما تطلق الا لما تشوفه التاف. زين؟ لا صار. يعني بروفا اخرى لنصور. لا استاذ اوكي تصوير. نصور تصوير. شوف شغلك ابو علي. صار استاذ. يلا طيب اخوان متفرجين بيصعبوا، يلا اخوان يساعدونا احبائي طلبة الاكاديمية. انتم هنا انتبهوا زين لان هذا المشهد بشغل بفن باكشن، يعني بحركة. استفادوا من تجربة المخرج لان بحركة كاميرا وحركة موتر خاصة. فنين حاضرين؟ جاهزين. جاهزين. صوت ماشي. كاميرا ماشي. ساكت. 40-6 اول مرة. اكشن. وقف. اقول لك وقف. تعال ارميك. تعال عسر صباحك رصاص. لك اذا انت صدق رجال تسويها. ايش ها؟ خذ العد. حبيبي صبحي بنختك تسوي. اقول لك وخر لي غداك ومش وياه. اخذ. ابو العز حبيبي ابو العز. مش وخري. وخري. اخذ الله. رفيعة! رفيعة خلص عليه! وخذها! صبحي حرام عليك حرام حرام! وخذها! أبو العز! لا! مش خليني اخلص عليه للجبان! كافي! اقول اسبري! واخري! اسبري! أبو العز! كافي صبحي كافي! ايه بعد عام. أبو العز! عبالك. بعد أبو العز! شقوي استاذ ما تقول لي شقوي. مو مرارتي عم تستر.
هو هذا المطلوب. انا اللي اعبر بهذا المشهد عن الرفض، رفضك الموت برصاص الحقد والكراهيه. ادري استاذ، مفرغ مخزن طلقات بجسمي، يعني ما اموت. تشبثك بحب البطلة يخليك تتحدى رصاص الغد وتعلن انتصار الحب الكبير. زين اقول لك استاذ، ما طول الاخي شكرين دايزر، ليش مثل مدوسكا وتفضني؟ ابو العز، انا اعرف شغلي كل زين وما احتاج الى نصائح. ابو علي. نعم استاذ. استعدوا لإعادة تشكيل المشهد. صار استاذ. سويت ابو العين. سويت واني سويت. انا سويت. خلصنا المشهد. سوي علي. تعال. ايه هاشيلك فيها، جالس احنا فاضيين تصوير رايحين لبيوتنا. ادري هنوة، هي هاي ينسكت عليها الله يخليك، وصارت ملحمة ينسكت عليها. ايه هم راضين، احنا ياهم مالتنا. ها؟ ايه صدق. بس بربك ابو العز، انت من جيت هنا وقفت قدام كاميرا، بعد فيها لام جيم. لا حقت. اقول لك هنوة، تعالي نقعد هنا 5 دقائق. يا نقعد هنا، ورانا اعادة تصوير ولازم نروح للمكياج، يلا امشي. الجو بسرعة، قل الذوق. هاي هيجي صايرين النجوم الكبار لازم يشربوا متاخرين. هاي امتيازات الموقع. حقك فتى الشاشه العراقيه. شنو الطيور الحلوة هذه؟ ذولا ربعك جلال، طلاب الاكاديميه. والله الأكاديمية بيني وهاي متطورة هالأيام. العاد. ها جلال، هم راح نبدي؟ اوه انت بتخلف العادة، لحقت بديت، ماكو وقت ابو علي، ماكو وقت، احنا بعصر السرعة. يلا البس. تعرف نجم السينما خايف. السلام عليكم. تجونا لو نجيكم. مو مكيج؟ لا احنا نجيكم. ابطل ما مكيج؟ هسه هو جيسه وهو دا يغني. مو يتخربط المكياج. تعالوا يا حبايب هلا. الله يسعدهم. اهلا ابو محمد. اهلا بالفنان الذي يجمع بين الغناء والتمثيل. الله النجم السينمائي الصاعد. الله اشكرك. العفو ابو محمد، اقدم لك بطلة الفيلم هنوة. هلا. استريح. هلا ابو محمد. من رخصتك شوية مقابلات ويا الممثلين والممثلات. تفضل. ولو احنا الماكيريه مغبونين من الصحافه، يهتمون بس بالنجوم، اللي احنا ما وراء الكواليس. ان شاء الله الصحافه ما تنسى احد، وانا جاي اغطي كل مفردات الفيلم، بس شويه من فضلك، وان كان قطعت عليك المكياج فت 5 دقائق. صار. ست هنا؟ نعم. شنو دورك بالفيلم؟ بالحقيقة والواقع دوري بالفيلم دور واضح جدا. نعم. قصة فتاة أحب الشاب واتفقوا على الزواج. نعم. لكن نشوف أنه ابن عمها يتدخل ويقف ضد هذا الزواج باعتبار أنه هو أحق بها من هذا الشاب، فيهدد بالقتل والانتقام إذا تم الزواج. ونهاية الفيلم تالي عاشوا عيشة سعيدة. ايه سعيدة. كل فيلم لازم سعيدة. زين ابو العز، انت دورك شنو؟ العفو، سألتني عن دوري. ايه. الحقيقة والواقع مثل ما تفضلت الأخت هنوة. دوري تقدر تقول يتضمن يعني فد شاب نظيف مرتب شاين نفسه. يحب وحدة، وهاي الوحدة ابن عمها وراها وطلقات وعالقة وصارت لك. والزبدة؟ الزبدة شنو؟ نتيجة الفيلم شنو؟ سألتني عن الزبدة والنتيجة. الزبدة والنتيجة تلقاها هناك على الشاشة. يا ابو العز. اهلا، احنا متاخرين عليك. كنت هنا يا ابو احمد. يا ابو احمد ليش متاخر يا عيني؟ يلا هنوة يلا قدامي عيني. السيف كله متاخر على مودكم. صار. هيصير هاي. اهلا وسهلا. مرة قصتك. اهلا وسهلا. مع السلامة. العفو استاذ، انا متاسف لانه احنا كلش مهم لازم يكونوا بالسيف. هلا بيكم، تفضلوا. تفضلوا. العفو استاذ جلال، شو ما جتني؟ ايش في هذا؟ ايش فيك؟ شو القضية؟ يا ولد روح. تعال عيني، تعال وراي. تسمحوا لي اقدم لكم اعتذاري على تصرفي الاهوج قبل لحظات، وحتما راح تعذروني اذا عرفتوا انه انا اجيت باقصى سرعه، لانه جيت بصور نفسي متاخر عن التصوير. لا ما يهم، إذا هيك معذور. العفو. والانس مثل ما قالت خلاص.
إذن تفضلوا. عرفون اعتذاري وإخلاصي، وأنا كلش آسف. الدنيا راح تظلم سيدة الشاشة ليس من بيننا. وين تروح يا يمه؟ بعد وقت غير بالكلية. يا كلية هاي، يا كلية، ما نقول يا كلية؟ اكو كلية ظل هيك وقت، بس قولي شايفة عين وما حد لاوي خشمها، هل ما اخذ حريتها ثلاث مرات؟ والله اللي سمعك شو يقول؟ ما يقول هاي المسكينة دايحة 24 ساعة؟ لا ما يقول. يقول بنية راح يفسدها دلال امها. بس انا عرفت كيف فيها. بالمناسبة انتم ما قلتوا لي وجودكم هنا شنو هو؟ تدريب، مشاهدة، مشاركة؟ هي حقيقة يعني حسب الرغبة والاستعداد. العفو الآنسة أمل، ايش ترغب؟ والله لو الموضوع متروك إلي أشارك. يعني تحبين التمثيل؟ أوه لا تسأل يا معود، أصلا خاصتني 24 ساعة قال التمثيل وحجة الأدوار. أنت دخلني ندخل في السينما وشوف إنها ممثلة يعني مو هيك. تخبصني، لو أني مثلت هذا الدور كان شفتين شلون بدعت فيه، يعني شو أقول لك؟ مخلوقة للتمثيل. لا منها شوية بالغ. بالعكس أنا دا أشوفها دا تحكي كلش مضبوط، أصلا الموهبة دا تصرخ من مكانها. شفتي؟ يعني ما محتاجة غير فرصة عمل. هاي أبسط منها ماكو. كلمة صغيرة بإن الأدوار كلها متوزعة وكل شيء. هذا الهمج يا معودة، هذا الهمج، نخترع لك ذات. يا اخي ما تقول ايش دعوه هالقد ويارات. بداله اني خو مو بداله. يعني طبخاتك غير هواية يا ابوي. ابو العوف هو بطل غير. واخر الصدر ايضا صار اوكي. يعني نزل المشهد السابق اللي خرب لنا اياه ابو العز. انا اسف استاذ، جدا اسف. يعني متى نعاد القوانين؟ ان شاء الله متى نعاد. يلا ابو علي. صار صبحي ما اوصيك بس تسمع المخرج يقول اكشن، انت ورا ثانيتين تطلق. ماشي فهمت خويا؟ ماشي. يلا هلو عيني. تفضلي تعال يا ابو العز. ابو العز عيني، ترى هذا اخر قاط. صار. لا تفشلنا، وهي اخر اعاده. صار. واسمع كلمات المخرج اللي قلت اياها الملاحظات شنو هي؟ صار ابو علي. طبخها اخويا. زين ابو علي. اخوي ما ما اوصيك على القاط. ها ممنون. يلا اكو انتاج. عين المتفرجين شويه لي ورا اخوان، اعزائي لي ورا، سووا مجال فني خلينا نصور لانه وايد تعبنا من المشهد هذا. يلا اخوان جاهزين اخوان فنيين؟ جاهزين. جاهزين سكوت، صوت، ماشي. كاميرا جاهز، سلاكت 40 6 تيك 2. حاضر يا استاذ. اكشن. احنا من وافقنا ست امل تدخلين كلية الفنون الجميلة، وافقنا على اساس تطلعين معلمة رسم. ما كان بحسابنا تنسين نفسك وتاخذين القضية بهالجدية. بس أنا بحدود معرفتي ما صاير شيء لليوم. يصير اذا ما ناخذ حذرنا من هسه. انت لو شوية تنتبهين لنفسك كان شفت نفسك مندمجة بالدور اكثر من اللازم. الى حد نسيتي انه انت عندك بيت واهل يسألون عنك ويقلقون عليك. فهمي أنا طالبة بكلية ويهمني أتفوق، وأنا كل اشتغالي هذا وروحتي وجيتي هو من أجل تحقيق هذا التفوق وبس. ما حد رايد منك تفوق ست امل، ولا احد منتظر منك الامتياز. انت بس حصلين شهادة الكلية وكثر الله الف خيرك. شو سكتي؟ شفت حكايتي عدل مو؟ لا بس أعرف أيضا ما راح تكون لأي قيمة. على كيفك يما ويا أختك، على كيفك. إيه بكثرة خاطرها المسكينة. يما انت تعرفين شيء واني اعرف شيء. إيش ما يكون يا وليدي، أختك ما عندها أحد غيرك، هي ما تنظر لك كأخ، تشوفك أخ وأب ومعين، أنت ذخرها بهالدنيا يا يما. يما امل كبرت وانت مو غافلة. صبح عيونها عليها مو من هسه. أدري يما أدري، من بعدهم يحبون، وهسه ما شاء الله طق عودهم. وصبح هسه تعرفي كون نفسه وبنى مستقبله. الله يزيده ويجعلها بيضة بوجهها، يستاهل صبحي خوش ولد. والصدق يوم أنا قررت أربط مصيري بيه. راح أصفي كل أعمالي وأتوكل على الله وأدخل شريك وياه بمشروع كل كبير. ليش لا؟ خير على خير. صبحي ابن عمك
ذاك اليوم لمح لي بنيتها يخصمها بأسرع وقت. يدلل صبحي ابن عمها يقبعها وياخذها. يعني هسه عرفتي اني ليش ضبت امل؟ وليش صار لا سامح الله يما اختك الصغيره؟ يما امل قامت تفتح كل هوايه وشغله الفن مثل اللي حلت بعيونها، واذا مو من هسه نفك عيوننا كل الغزل راح يتخربط علينا. يما فدوى عيونك تفهمني بامل يموت رباط ايدي. امل عاقله وخاتونه وحبابه ومكمله وما تنخدع بالعجل. على كل اللي عاشر الحداد يا معودة حكاية صغيرة وندبر ليش في الدور، نخترع ليش دور، المهم انت ايش ترغبين تمثلين. ما هو رايك في المسرحيه؟ والله يعني زينة وإلا كان ما اشتغلتها. هذا أول عمل بطولي بالنسبة لي؟ لا طبعا عندي أعمال كثيرة بالسينما والتلفزيون والمسرح. طيب هل الدور في مستوى طموحك؟ طبعا بس يبقى الفنان يطمح إلى الأحسن وإن شاء الله نقدم الأحسن. زين أحب الألوان بالنسبة ليش؟ الأبيض لأنه يدل على النقاء. انت تعتمدين على شكلك مو على إيداءك بالتمثيل؟ لا أبدا بس يعني أعتقد الشكل هو من مكملات الشخصية فيعني هو ضروري أيضا بالمسرح. اسمحوا لي. امل وقعدي كافي نوم. يوم جاية. ابوي لا تخجني ويا الجماعه، بيض وجهي سموعي فدوه لك راح يصوروك سموعي يا ويلي ويخلون صورتك بالمجلات لك. او يا حصان يا حصان يا حصان او يا حصان. عافية شبعوا ترى ورا تصوير وخذوها يترسوها ماي ترى الجماعه حد يلسنهم علينا. اقول وانت شقوا امشي عاونوا دمشي شك واقف عليه. هلو كله ماشي تمام. هاي عباتي دقيقة قصدي هاي كبداتي دا تحترق معاليقي دا تستوي اويلاخ يا عبا. ماكو اويلاخ. ماكو لا دقيقة ماكو كيو إعادة. أنا بس أتقرب منك أصير نار كبرة. عبالك فد باب من جهنم الحمراء دا تنفتح علي. كافي هاي ثانية ودي حوارك هالسيد. وش بيدي عليك يا عيني غير أمي معانا. من أمك. نعم استاذ. لسه قاعد انت؟ لا عيني. وقت تسوي مكياج؟ هسه تحفر انت؟ الاسبوع عن الناس عندك. يلا عيني يلا يسوي مكياج ولبسوا يلا. ليش يخلي واحد ينسخ؟ كافي بلك. يلا يابا يلا. ان شاء الله. هلو عمي علوان. هلو عيوني شلون الامورات؟ الوضع زين؟ العمل كله ماشي على 24 حبايه. ورد جابوا له على فمو؟ من شو بده اكو؟ والمي ماله وينه؟ راح يجيبوه هسه. لفه جابوا له؟ انا ما اريد لفه. على الاشاره كيك عيوني. كيك؟ ويا حصان قل لي شلون اجازيك. يعني المي؟ يشرب عيني ليش صافون؟ يا ويل خابر غير شيء. يلا عيني استاذ كاظم ابو بشار وين جماعتك؟ يلا عيني دالي يلا سعد يلا عيني صباح يلا ضبط سعد يلا عيني يلا اخوان يلا ترى المخرج مستعجل يصور. يلا صباح. ابو علي هذا يا مشهد. عيني ابو وفاء سجل مشهد 24 لقطة 3 أول مرة. يلا وياي عيني حالا بس أضبط هالكم شغلة هاي وتأمر أنت. يما عيون حراقة. كافي عاد مزوجتنا؟ أوه قولي شو وقت نتلاقى. لزقة هي قوة يعني. هذا هو لزقة. فدوى راحت لعيونك. عليك الله بالعز. عيوني حلوة؟ تتجنن. صبحك كذي ولا الله. تفضل. ها عيني مالك. تقدرين تبدين هدومك هسه. كملت؟ ايه. هاي وين؟ تفضل يا تعال جسرك. يلا يلا. قولي شو وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة. ما خدر يشتغل والجماعة يصندروك.
شنو يا ابو العباس؟ قد تريد كومبارس للمشهد مال باكر؟ قلت لك الكومبارس 15 واحد. يعني نوعياتهم شلونها؟ شكلهم خويا جهل وشياب ونسوان وحديثات شويه وياهن. 15 مو ازين؟ لا ابدا. ابو علي نفس المشهد؟ نفس اللقطه بس هاي الف. عيني صار. اوكي حاضر تعال خذ مكانك عيني. حاضر حاضر. يلا علي ابو علي ايش فيك عم علوان خاطر علي ترى الحسبه دخنه تساني مصلوبه الحيوان هذا هنا صوج داني بس قولي لي وياك. عمي علوان بدي تشوفني بدي اشوف حالي قابل بدي ارقص بدي العب. عمي علوان بدي اشوف حالي اني. عمي علوان انا بيدي درام ثقيل تعرف معناته شنو درام ثقيل؟ درام؟ اي درام. درام شنو؟ هسه لو هذا الدرام علي وعلى راسي ما يخالف، هسه الحيوان هذا هو الدرام شنو؟ انا على ابو الدرام. لا الست عمي علوان رجال هذا الحصان مالك تاخذه هناك يم الشجره وتنتظرنا لما يصير يجي تصويرك. انا اظل اروح وجهي اجيب الحصان وادي الحصان يجيب العربانه تراب براسك. زين هسه شلون يا يمه؟ ابقى هيك معلقه؟ والله يما اني ما ادري. ذاك اخوك وروح تفاهموا وياه، انت وياه تفترضين، هو من طلع الصبح قال لي من تجي الظهر للغدا لا تخليها تطلع، خل تنتظرني. يعني ما اجى المغرب شلون يا يمه؟ مفوتني التصوير. زين ما قلت شرد مني. ما ادري بس الله اللي يعلم على مو طلعاتك هاي طلعت النتالي وقت. انا وين اروح يا يمه غير موقع التصوير؟ ليش مو انت خرق فيها؟ يعني لزوم يوميا تضلين المغارب؟ ايش اسوي يا يوم هاي دراستنا. وي هم هيك دراسه ما ترات. اهلا انا سمنة، شلون الصحة؟ يا اهلا وسهلا. ها شو وحدك؟ والله دا انتظر ولد صديق شو لحد هسه ما اجى. ولد صديق. زين اعرفك صديقتي سلوى فارس. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. شو واحدكم زميلتكم الثانية شو اسمها؟ اعتقد الانسة امل اذا ما غلطان. لا ما غلطان، انسة امل هسه على جاي اطمئن. ما راح تتاخر يعني. زين خذ راحتك فاتن. اهلا وسهلا. هلا. عمي علوان ما اوصيك من تسمع المخرج يقول اكشن انت دوس حيل. من يقول المخرج ستوب معناته توقف. تعرف معناته شنو ستوب؟ توقف. فهمت عمي علوان لو لا؟ قول يرحم ابوك شكو جوايز سوبر مارسيدس حيوان وتنحر، شو اقول له لا تنحر؟ انت شو تسوي له عمي علوان؟ اقدم عربنجي ببغداد تقول شو اسوي له؟ انت تسوقه والسوق الاكبر منه. يا ابو سعاده بدي استشفاء بنجر هنا مدفوعات. دقيقة استاذ دقيقة الله يخليك، ده وجه الاخ العربنجي. شفت؟ تقبل يسوي به هيك المخرج؟ عمي علوان امشي بهداي خطوات موسيقية هادئة، لان هذا المشهد مشهد درامي يعني شوي درام. هاي وينك عيني ابو العز؟ يلا عيني يلا نصعد. يلا شو نسوي؟ وين نصعد؟ دقيقة راح تصعد على الحصان، هي تصعد العربنجي يا اخوي يا ابو العز. يلا يا بيه يلا هنو عيني يلا هنو يلا خي يلا عيني يلا. شنو يلا عيني الصوت جاهز؟ يلا اخوان يلا كلكم باك. وين عيني كموني؟ اعزائي طلبة الاكاديمية شوية متدربين، انتم كمتدربين شوية استفادوا من المخرج. اوكي زين هني صوت كاميرا اكد. اطلع لك دوس. حياتي دا تستمر ريحة عطاب، حياتي دا تستوي مع قرب يمك نار كبرة عبالك باب من جهنم دا تنفتح علي. وش بيدي عليك يا عيني؟ ايش بيدي عليك؟ غير امي معانده. امك ايش بيها؟ تجي وتحرك اخويا علي. انه باخوك ايش بيه؟ وابويا هماتي. شو تسوي؟ اي بعيونك عتاب ترى وبقلبي جواب، بعيونك عتاب ترى وبقلبي جواب، من بعد الغياب جايين الجواب ما نزل بعد. لك شنو الحكي هذا؟ ايش بيك؟ ستوب
شوف ده اقول لك، شو عرفتوني يابا؟ ترى احنا ناس مستورين وما عندنا مكسرات تهمت. استاذ ابو علي، امشي انزل، ابو علي منه، انزل اليوم لا انزل يلا. لك هذا جايزي. استاذ يصير عصبي، هدي اعصابك، كل شيء يصير عليك يابا. شيل عني عنوان. نزلوا من عربانتي، ما لقيتوا غير مكان غير عربانتي في عندكم عندكم. علق احترام لهالشيبات هذه، يعني انا تالي عمري، اويلي، اويلي ايش فيك؟ ايش فيك خربطت على اللقطه هاي الحلوه؟ ليش؟ الله يخليك، هو هذا تصوير له حركه؟ ما يخالف خلوا علي امشي. ابو علي انا شو تقاولنا؟ شو تقاول؟ بس قول لي، مو قلت لي مساعده صغيره وكم تصوير هالحيوان هذا؟ بدي اقول لك احنا اصحاب عوائل، اصحاب بنات. ما يخالف عني عنوان دقيقه تسمع. هذا فيلم بنسوي احنا حتى الناس تجي تتفرج علينا بالسينما. وين الاخ؟ هالمره اضرب قدام العالم، ترابه براسك حلوه. لك شكو هذا ايش فيه؟ استاذ كل شيء ما يقول احنا اصحاب بنات، اصحاب عرب. لا عاد احنا اصحاب يا لك انا اشطاله، لك طالب طريق حصان، عرفتوا تجيبوني حصان شويه يفتهز. استاذ انتظر، انا راح اجيب لك حصان مثل البلبل، بس انتظر علي. عمي علوان نمشي. عمي علوان سيد المخرج، ايش بيه حصاننا يابا معبد؟ اسمع لك عمي علوان نمشي. ايه شنو يا رب البلد؟ شنو حصاني؟ حصاني بعيراني، حصانك ولد مثلك. عارف كيف بس حصان خلق حصان، شو جابوا لي حصان. يلا اعصابك، يلا الله يحفظك. ادري الله يخليك، هذا عربنشي يا غضب. اكو حصان بلبل، لا بس اريد اعرف حصان ايش بيه؟ كل شيء ما بيه عمي علوان، بس هدي اعصابك. حصانك ورد وانت هم ورد، صدقني. ابو علي هذا حق الجزاء، يعني تريد تحرقني بنار جهنم، تريد تحمل ذنوب ما الناس ما عرفوا. اي والله حقك عمي علوان، بكت اتصور الثلجة حساس، بس احسبها علي دقيقة لا تصير عصبي. فاضل نعم. تعال ابو العباس. نعم استاذ. نعم شرب عمك في الدبسي بارد فتلفه. عمي علوان انا اتركك لين عندي فيلم دراماني. عم درام؟ قول لي تعرف الدرام منو هذا؟ عم علوان هاي سينما، وهاي رادل شويه اعصاب هذا، واتهم على كيفك. كامل تعال اخوي. وينك كامل؟ انا عملت الحق يا اخوي العاب. تعال اسرع تعال، اريد تروح طيران. نعم استاذ قلت لك اني تروح تدبر لك دشداشه وعرقتين ويشمخ حتى تصير عربتي مو كان عمي علوان. اركض اريد احسن عربتي يصير. استاذ عيوني ابو العز كل شيء يصير عليك. ما جيت غير هذا العربنشي. شو امور انت كل شيء يصير عليك كيفك. لا يجيب هذا العربنشي. ايش تاخرتي؟ سكتي نفسي انقطع. تعال خش شوي ارتاح. بالي عليك. سكتي انهزمت هزيم. شكلي ارتاح. لا ماكو شيء بعدين احكي لك. هاي شكوى شدني مقلوبه. جابوا كامل مدري ايش لبسوه دشداشه وايش ما راح يصير على بنك. واخيرا لقيتكم مملكتي بحصان شكسبير ريتشارد الثالث. بشرفكم، مو عبالك الله يرحمه كان دا يتفرج علينا. اهلا استاذ جلال. اهلا وحدها ما تكفي. اني اطالبكم تفسير ليش تاخرت اليوم. هسه ما علينا، شو رايكم نتابع رحلتنا في عالم السينما؟ لو تبقون هنا أنا احسن. كيفك اللي يشوفك. اذا نتابع رحلتنا في عالم السينما. ثاني شلون تقشبرت بلفه ودبسي؟ شلون شغله هذه؟ هذا خطير. ما تعرف خذ بابا خذ. لا لله رجاء طلبت كل هدوء رجاء. وهي اخر مره وانا جبت لكم هذا عربنشي احسن من عربنشي الاولاني. اي بس خاطرك ابو علي، خاطرك هاي. اشكرك. يلا شوف يا هنوه. دلل العين يا ابو علي. تعالوا. وين صرت؟ عافيه. اشوف الله شو دار؟ احسن عربنشي. تفضل اصعد يلا. لا اصعد. صار استاذ هسه شوف. اصعد يلا. جاهزين عيني اخوان؟ الصوت جاهز؟ الكاميرا جاهز؟ يلا عيني راح نصور. اسرع. حاضرين استاذ حاضرين. عندي جبول شوي نسحب بالنار. يلا اخوان استاذ احنا جاهزين. جاهز استاذ. صوت ماشي. كاميرا جاهز. تركب 40-6 تيك 2. جاهزين استاذ. اكشن.
هيك اتفقنا. لك مو راح تخبوا ولا حصان. لك سلامات سلامات. يلا عيني يا وفاء، وخذها خلينا نرتاح المكان هذا هناك في قهوه. يلا يلا عيني يلا المكان هذا. ايش تسوي يا لوين؟ عيني اللي يشوف علي شو مسوي لك؟ كمولي احسبها علي. ما يخالف، روح شرب شاي روح شرب شاي. يلا عم علوان الله يساعدك، انشلع قلبك ويانا. خلف الله بيا بوجهك. عمي علوان كل هاي مشان صارت لو ما انت راسك شويه قوي. هو انا راسي قوي لو انتوا راسكم قوي؟ لك مو مثلتونا قدام العالم، هالحكي المنطق نواد قدام العالم. سينما هاي سينما لك ما اقول شيء. حمدا حمدا على احصاني واروح. لك واقف من الهاي لك امجد يلا روح ارتاح روح ارتاح عمي علوان روح ارتاح. صبح علي هاي. طبعا تريد صدق حقك والله حق. شنو حق؟ وهذا الراس قوي كلش. لو ما راسه قوي ما كان صارت المسائل كلها. انصد حرام انا. كان سويتوا خلق حصان وجبتوا لي اياه كديش. استاذي تسمع اولادك حديث. لغوه احسب حسابك باكر الصبح اذا ما تجيب حصان انا اعرف شغلي وياك. يعني شو اسوي يعني؟ اعصابك ابو علي اعصابك قحط حصان. يعني اشد نفسي على العرب انا مو كان لي حصان. لك عيني حصان دبروني. ادف نفسي بالشط لك قريب. شنو قضيتك؟ يا معود الحمد لله على السلامة. والله هي الراد ذبيحة. معود والله يعني لو ما كان يسيطر كان عربان انقلبت. الله يحبنا. يا معود دفع الله ما كان. يلا مو صوت ابو علي. يلا الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر. لا دير بال لا دير بال. ادري يا معود. الله يسعد هاني وبشري. شلونك؟ يا معود صدق كذب والله ضرب بالي عليك. صدق ابو العز انت عنوان النخوه والشهامه، اول ما تشوفها حاميه تشلع وتخلي اليمك هو الحين بروحها. يا معودة بعد اكثر من هالشهامه. انا واقف ولا عينك ما تقولي لي شنو قيمه شهامتي اذا هو نفس الحصان مو شهم. بعدين هو هذا حصان له طرزان. منى طارق بقينا وحدنا نتابع رحلتنا في عالم السينما. الصدق غير جلال، أنا ولا كنت مصدقة السينما بهالشكل. شلون يعني؟ يعني بالأول حسبالي الفيلم يجروه جرة تصوير وحدة من العناوين للنهاية، طلعت هالشغلة كلش كبيرة. اوه هاي بعد وين وراها حصبة وجدري. على قولتك. وهي هاي الحلوة بشغلة السينما. الفيلم أمل مثل الطفل اللي تشوفيه يكبر قدامك يوم ورا يوم، يتجمع قطعة قطعة. يعني مثل لوحة الفسيفساء المنمنمة، أو بشكل أدق يعني مثل الحياكة، خيط لازم يرتبط بالثاني. وانت ليش تروح بعيد؟ الحياة نفسها مو هالشكل؟ شيء ينضاف إلى شيء، وكل ما تجي الأشياء منسجمة ومنسقة تجي أكثر روعة وجمال. بالضبط، أنا هذا رأيي تماما. بس اللي محيرني شلون ينخلق هذا الانسجام والتوافق؟ شلون ممكن تتجمع الاشياء المنسجمه والمتوافقه على بعضها مثل ما تقولي؟ هاي تتحكم بها اعتبارات هوايه، او ربما تكون قدريه. يعني الواحد يشوف نفسه فجأة وبدون توقع منسجم بشكل بديع ورائع، وكأنه كل الاشياء مرتبه نفسها ومحضرتها لهذه العلاقه الجميله. فشي يفرض نفسه مثل المصير، ما منه فكر.
أعتقد تأخرنا جلال. ابو علي ترى هاي الصفنات مو لك، يكافي بعد، مو راح تقتلها لنفسك، لا تدير بال، كل عقده وإلها حلالها. وينكم لا معودين؟ هذا باكر الصبح اذا ما يشوف الحصان الموجود هنا يقلبها انا على راسي. ذكر إيه. والله يا ابو علي انا عندي واحد من اقاربي واعتقد عنده واحد انشي قول فين ولا اروح لك تقول ايه وبعدين؟ بس ما ادري عجبه بعده بشغله مبطل، اني ما اقدر اكذب عليك، روح له. يا معود دخيلك وين ما يكون نروح له، بس قول. كين هذا باكر الغبشه اذا ما يشوف الحصان مشدود على العربانه يسبيني سبايه. يعني قصدك نروح؟ قوم ويا يلا. انت شو عليك يا فهمي؟ انا اسوي لك على الخريطه، اسوي لك مطبخ 3.5 ب5. فالحالة نحتاج الى قد بالله كم كاشير. عليش داخل؟ هاي الحاسبه واحسبها. عاش من شافك داده ويان لين الله ينطي الصبح اللي خلانا نشوفك. مو غافلة، دنياتك صارت غير شكل، قبل الواحد كان يطلع منا هسه حرام كان يقدر يحك راسه. اي والله دادا حقك، الحياة صارت غير شكل. بس بسلامة الولد والله يحفظهم، ان شاء الله بعد ما نتفارق. ثم الله يفتحها بوجههم ويسعدهم بجاه الناس. اسوي لك اياها يعني المسائل كلش بسيطه، هاي عندك الحاسب انت هسه تضرب يعني اذا تريد تتاكد يعني زين انت بالنسبه للقضاء تكون سعر الكلفه هالشكل ما تلاقي صعوبه بالشراء لان انت اساسا ما مسوي ذاك السعر. واثق يعني؟ طبعا شكرا. مو بس واثق اصلا انا يعني مضبط الشغله 100%. عظيم لا عظيم. هل؟ اكو شيء؟ براحتكم. زين. أمي إن المصير نفسه قد كتب علينا. لم أعد أرى نور الحياة ولم أعد أشاهد ضوء الشمس. أماه استمعي إلى كلماتي. إني أرى أن غضبك على زوجك نوع من العبث، خاصة أنه ليس من السهل لأي منا أن تقاوم حين تكون المقاومة لا فائدة منها. أمي استمعي إلى كلماتي. لقد أمعنت التفكير في هذا الموضوع واخترت الموت. أجل اخترت الموت واخترت هذا بمحض إرادتي. شكرا يا أجمل نجمة جديدة سوف تشرق في سماء الفن. نجمة؟ نجمة شنو؟ قولي شمس ساطعة. أنت بهذه مبالغتك ما راح تخليني أصدق. بالعكس أصلا أنا ما أحكي إلا الصدق. هسه أنا قمت أحسب 1000 حساب اللي وقفت يمك قدام الكاميرا، لأن حتما ما راح أبين. بالمناسبة إيش وقت راح تبدون تصوير؟ قريبا جدا، يعني يوم يومين، أنتظر الأوردر. تجينا أمل مو؟ طبعا لازم أجي. وبهالمناسبة نفاجئ المخرج في مشهد تمثيلي يذهله. إذا ما انبهر بتمثيلك أنا معتل. يا معود هاي صارت بعيدة، يعني أحلام. ليش يا ستة؟ ما تدري؟ البيت. طبعا بدوا يتململون وينزعجون حتى من روحة الموقع التصوير. ليش وهذا مو يعتبر من ضمن منهجكم الدراسي؟ يعني دوام؟ ولو نشاط فني معلن ممنوع. زين وانتي؟ أني؟ عيوني اني هاي قضيتك ما تخش معي. ليش عيني؟ ليش ابو علي؟ ليش؟ يا معود انت هيك تسويها لوجه الله انا ما اصدق.
احنا نعرفك اليوم لو نعرفك من البارحه. انا اقول لك ابو علي، انا ما اقول لك مو معجب فيها، بس انا يعني تحكيها من الاول، ليش انت هلقت خير. اشكرك ابو علي. لعد هذا انت رايك بيه؟ جلال ترى كل شيء ولا هاي، تعرف قد سمعتك عندي، بس انا قضيه البنات لازم افتح عيوني وقلبي وياك. هسه ما علينا، ايش قلت بدور؟ اما قضيه هاي البنيه انا اقدر ادبرها الف دار ودار عن اخوك. اشكرك يا امير مساعدي الاخراج. درام ثقيل. امشي خلينا نلحق بالجماعه تمشي. يلا نمشي خلينا نلحق بالجماعه. دبرتها؟ طبعا لو ما دبرها بالعافيه. ابو العين يا معودين. ابو العين النادي. ابو العين شو يا حسي. ابو العين يا معودين. ابو العين تضبطها كل زين. امرك استاذ. عين ابو سمره، ترى هذا مشهد عاطفي في تجربه درام خفيف. لا ابو علي، اذا هي كان اموت على درامات. استاذي اسمح لي بدي حكايه. كلا وهيك هذا وقتك بدك تشوفني قديش غرقان. بس الحكايه مهمه، كلش مهمه، ما تتحمل تاجيل. مشي يا بامر الله، بس باختصار يعني ولا هو مو شغلي، بس تسمح لي ادخلك. لا تفضل. اعتقد استاذ هذا مشهد العربانه هو تكمل المشهد السابق اللي صورتوه حضراتكم بالحصان السابق قبل ما يهيجوا يخربطوا لكم التصوير. جلا ولا تذكرني هو كان حصان لو كان غضب. المهم استاذ ترى ذاك الحصان كان لونه ابيض وهذا الحصان شوفه استاذ. ايوه لك تعال مساعد افندي تعال. حاضر هاجي. امرك استاذ. خير شكو. خير كل الخير استاذ. هو هذا اللون نفس ذاك الحصان طاوع طاوع عليك يا ابو علي. شلون عمت عيوني ما فردت اللون؟ شلون؟ لك عيني دباوي العصابه وعلون دباوي. قوم عيني، قوم شوف الجماعة عفونا راحوا شنو ما حنصور، شنو قضيتهم؟ اقول الصدق اشو ماكو حل، لازم اكو شيء. لو بس الله ما اخذ عمري قبل العمله هاي. يلا عيال يلا تقول لي بيطالب روحك. لا تقبلوا بهالفضيحه هاي. يلا يا معود، قابل هي هاي مشكله كبيره نقدر نحلها ببساطه. قول لي سوي كل شيء ابو علي. راح عمل ابوك بتشوف لي بيحال. على بال ما نغاص نفسك هشكل خالي بلاش. شنو؟ يلا دحل لي اياها، بالحل لي بصاصتك. يلا هسه 5 دقائق احلها. يلا ابو علي تلعب عقلي؟ ما تشوف لي انا باي حال؟ قلت لك ب5 دقائق احلها بس على شرط. شنو؟ العربنشي واخروج مكان بعيد. زين بسيطه. يلا فاضل شوف شغلك دبر لي حاله. ويا من؟ ويا العربنشي ويا من؟ تعال يلا كامل. وياي يا ابو احمد يا قريب الفرج يا عالي بلي درج. افرجها على المشهد هذا وافرجها على ابو علي وعلى كل من يريد الفرج. هذا ابو علي. اقدر اخذ الحصان هسه لو بعدكم محتاجين شيء. هاي لي هسه ابو سمره. ابو العباس انا ايش قلت لكم؟ ما قلت لكم هذا الرجال مو لحيت عليك، مو رجال مجرجر حصان المشي هنا تداروا. بس ابو علي لا بس ولا غير بس. انا ما قلت لك فوت تاخذ الرجال، تاخذ المطعم هذا تاكل اكل دغري. ومن هاي المشروبات البارده اللي تعرفها انت على شرط تكون بارده جدا. ابو العباس يلا. رزاد ابو علي. هذا انتاجنا انتاج فخم، مسؤول انتاج متوفر عندنا كل الامكانيات. ابو سمره انت فضلك كبير علينا، انت انقذتنا ابو سمره. فوت ابو العباس. بس دقيقه فوت دقيقه. يلا يا جماعه وين في الكوميديه. فوت. انت عرفت ايش راح نسوي؟ انت دايم ما يخاف عليك ابو احمد. والله هسه لو عبر عليهم ومصورين كان شلون؟ بسيطه مو مشكله، كان شالوا المشهد بالمونتاج او شافوا له في صوره حال بعدين. بهالبساطة؟ لعب وين النظريات اللي بدنا نقراها؟ التخطيط اللي بدنا ندرسه؟ صدق وين راحت؟ هسه انتم ما سالتوا نفسكم شنو سبب وجودكم هنا وتدرسوها على الطبيعه؟ زين يابا ننتظر ونشوف شنو تاليها. لا بس الحقيقة
تفضل يعود لك استاذ جلال، يعني لو ما انت ما كان طلعنا على هيج خفاش. اي هاي حقيقه الواحد لازم يعترف فيها. اي بس ترى ديروا بالكم انا استرجع خدماتي مضاعفه، يعني هذه صيد. يشوفونه بصورة حل هو هذا. ابو علي حصانك صار ابيض، وقلت ما دام اللقطه من جانب واحد ليش تصبغ الحيوان كله؟ ابو احمد ورجلي انا شو نسيته يا معود ولا تبين باللقطه. يعني رحم والديك ابو احمد، يعني شو تشوف درهم هسه تجروا خسران خساره، وورا ما نكمل تصوير اسفنجه وشويه ماي ومشوا فوق اللي يطيح صبغه. ها يعني صدق. عاشت ايدك ابو احمد، عاشت ايدك لين دبرتها. تعطني بوسه. يلا وراي يلا عيني كامل. شلون صار حصاني خبل؟ اقول الابداد تفتكر خلصوا هسه لو بعدهم خلصوا ولا ما يخلصوا؟ هاي ظلت يم احنا يوم والاثنين اشوف السمين والخير واجد والنعم والسبع تنعم من الاجاويد. ليش هو طالع شي من جيبي عمي ودعتك ما طالع من جيبي ولا فلس؟ ولو الارباب انا قوة بين. بس لا وعيونك ابو العباس، انا يوم بالي على الحصان كان ولا فرقتك ابدا. سؤال وش بالك يم الحصان؟ قابل هزه وبلبل وراح يطير شوية صفي فكرك اخ شو وقت ما تروح تلقى ناطحك. يا ولد عيوني فد 2 بيرة باردات. طب برافو برافو برافو. الحمد لله الراد الهذبيحة اليوم. اخيرا الحمد لله انتهى المشهد على خير. جيد استاذ اوكي انت اطبع. يلا مشكورين جدا. شوف شو دبرتها، هذا الفضل كله لابو احمد. ابو احمد برافو. هذه ممنون استاذ ممنون. حضر المشهد ورا. ابو العباس تشكرون عليها. شلونك استاذ؟ اهلا بالاستاذ. يا الاستاذ شكرا على القعده هاي. عيني امشي بيك ها بيك داد عجايب شوي. ابو العباس داد هذا الحصان مالي. ايه بس اشو الذيل نفسه بس داد اللون متغير. كامل. نعم استاذ. هذا مو ابو سمر العربنجي. ايوه استاذ هو. تعال جاي لك هاي خير ورطه تروح طيران تلف العربانه تطلع لي الجانب الثاني من الحصان وانا اروح علي العب سويتوا بي سمر عيوني. الله يسعدك يا عيوني. اقول خابر بالواجب طبعا يعني داريته. لا ابو العلاء عندي سؤال يرحم ابوك. قول قصر وياه. لا مو على مود هذا. لا ابو العلاء شنو هذا الحصان حصاني لو مو حصاني؟ لا حصانك شلون مو حصانك؟ دفتر شوف يعني هاي المثلجات البارده لازم اثرت عليك. ونفسها لك هذا حصاني لك بس اشوفكم مو حصاني. لا حصانك والله لو ما جلال لا قفها السالفه ايش كان قلت روحك؟ يعني استاذ الله يطول لي عمرك، انا شو اصير؟ ماكو شيء هنا اذا مو اني واقف، كل شيء يصير هنا اني واقف على راسهم. ايه هو هذا شغلنا هيجي لا شافت. بس دبرتها مو تمام استاذ. بروح الام تقول مو حليت لك اياها حل مال الاسطوات. ايه يعني اقول لك بل استاذ قول كفت شغله مصفنتني. قول شنو هي؟ اشو هذا جلال لا في 24 ساعة مو على عوايده. ها لا تدوخ استاذ انا اخوك. ابو المثل يقول اللي يحب السمكه يعابد الشط. اكو طالبه حلوه من جماعه الاكاديميه، هاي الطالبه الحلوه عرفت شلون؟ استشهدنا. هو جيت اتفاهم وياك على الشغله، مشاهد جلال. دقل بعد. اوكي.
شوي عندك فوق؟ ايه بس شوي فوق. لا خلاص. تدرين انت البارحه كنت رائعه جدا. شكرا. الصدق انا اتمنى هسه نشتغل عمل سويه. شكرا جزيلا. يا معود بعد وقت، اصلا انا بعدني طالبه. لا بالعكس اصلا انت هسه عندك القدره على ان تقومين باي دور عظيم. بعد وقت. يلا يعني استاذ جلال، مو كل شيء حاضر وانت متاخر. يلا يعني يلا. لك ابو علي نكمل بعدين. استاذ جلال حاضر. هلا. جماعة اخوان رجال المخرج وياكم. هذا المشهد طويل وما لي عادات، بريد نصرف فيلم زايد. زين حافظين كل زين؟ نعم استاذ. يعني نشتغل. زين انت الام تقعدين هنا. زين قبالك زوجك. جلال انت زين وقف بس انت ما تدري. انت زين هسه نشتغل يعني ما نعيد ان شاء الله. زين الكادر زين مصور. اوكي رجال كل واحد مكانه، ملاحظات المخرج اللي يطبقوها يعني جلوا ترى هذا فيلم ثقيل. اخوان حاضرين، رجال سكوت، صوت ماشي، كاميرا ماشي، كلاكر. الحب الكبير 40-5 تيك 2 اكشن. هلا واموله. هلا جلال. زين اجيتي، شي ضايج كلش وحدي، تعال استريحي. انا اسفه اخاف عندك قراءه. لا معودة بالعكس، تعال استريحي اقعدي. مشهد بسيط، قلت اراجع شوي ويا نفسي، سلاطة. مو انا سمعت المشهد اللي كنت تقراه، وبعدين سمعت بعض مشاهدكم اللي صورتوها. صحيح، ما قلتي لي شو رايك بالعمل، بالسينما، باجواءنا؟ والله يا جلال ما ادري انت مقتنع بهذا اللي بدك تأذيه؟ واذا ما مقتنع شي غير هذا؟ شلون شي غير؟ المفروض الانسان اولا يؤمن بالشيء اللي دا يسويه حتى يقدر يوصل ايمانه للناس ويأثر بيهم. التمثيل هو ان تؤمن اولا، مو؟ هذا اللي احنا قريناه بالكتب، صحيح، لكن علمتنا حكمة واحدة بس، هي ان لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. اي بس هذا استسلام جلال. بس الحقيقة هو له أسماء كثيرة، لكن على الأقل البطالة مو واحد من عندها. صدقيني أمل، ماكو خيار، المجال الوحيد المفتوح للعمل هو هذا اللي دا تشوفيه قدامك. جلال مستحيل أنا أقدر أتصور الحياة ضيقة إلى هذا الحد. هذا رأيك؟ طبعا، لأن أكو مجالات هواية أوسع. شلون؟ أنا أقول لك، خذ مني السلة. أين الثمار؟ هذه الأرض لك. والبستان؟ إنه فيض روحي، لنصعد معا إلى مصدره الأول، للثمرة الأولى. لا ثمر سواك. وكان نسلا وكان زمنا. بأية لغة كنت أخاطبك؟ لا تفتتي جذر كلماتي. هل ترى أنك تغيرت؟ أنك كنت وما زلت كوني المطلق. في الكون خلقنا، وعلى القمم نعيش الكريمة. لا أتمنى الإفاقة من علة حبي المشتهات، لا أود التبرؤ منها. أتدرك تمتمات الطين وخفقات الروح، أيشتعل موقدك بالأغاني؟ أنت مثلي تؤلمك الكلمة الجاحظة. لا، لن أستبدل روحي بمسلات حجرية. تهانينا استاذ، تهانينا شباب. تهانينا جدا استاذ، الحقيقة العرض كان جدا ممتع. شكرا استاذ جلال على هاي المشاعر. استاذ جلال احنا ما نريد مجاملات، نريد رأيك بصراحة. بالضبط، انا اريد رايك الصريح بدون مجامله. والله تريد الصدق استاذ، هذا النوع من العروض يشكل تجارب مسرحية مثيرة وجريئة، بس ما ممكن ينشئ حركة مسرحية. ليش ما ممكن؟ لأنه ما إلى قاعدة جماهيرية. التجربة المسرحية
ممكن تكون خصبة وتنمو متى ما تجذرت في أذهان الناس، متى ما صارت ضرورة يبحث عنها المواطن لقضاء وقت ممتع ومفيد. بالضبط، واحنا هذا اللي نسويه باعمالنا، يعني عروضنا كلها جاده وغرضها ان تغير بعض القناعات اللي يحملوها ناس من المتفرجين اللي يعتقدون ان الدراما بالمسرح وبالسينما وبالتلفزيون هي مجرد سالوفه تضحك. فاحنا علينا ان نهدم هاي القناعات ونزرع قناعات جديده شوي اكثر نضج، اكثر علميه. وهذه طبعا تتطلب مو بس وقت، تتطلب برامج عمل مضنيه وليش وقت، ويمكن نتائجها تكون ما مضمونه. يعني انا برايي حسبا لهذا الاشكال ناخذ راي احد المتفرجين، فشنو راي اخونا بالموضوع يعني؟ العفو، والله بالنسبه لي يعني ارجوكم لا تدخلون بالوسطيه، لان هذا من اختصاصكم هاي الشغله. انا يسالوني عن التجاره، عن السوق، ممكن اجاوب. ما خير؟ شو مبين مثل زعلانه؟ ماكو شيء. شو ماكو شيء؟ بتعمي وعارفه كل الزين. يعني كان ضروري تحرجني قدام الجماعه؟ يا درت لهالدرجه يهمش رايهم؟ طبعا يهمني رايهم. انت مو بنفسك قلت انتوا اهل بيت واحد؟ اي بس انت جابش من نصهم. شلون جابني من نصهم؟ انا مو عضو بالفرقه وحالي من حالهم، وبعدين المنتدى بيتي الثاني. اي هذا قبل، بس هسه راح يكون لك بيت خاص بيك. ايش تقصد يعني؟ امولا انت تعرفين كل الزين، التاجر راس ماله بالسوق هو سمعته. لو نسيتي انا تاجر. شوف القمر حبيبي شلون منزل لي اليوم؟ عبالك محتفل بلقائنا. ما اريد اشوف القمر. ليش حبيبي؟ اخ حياتي ما اريد اجمع ضرويات. ستوب. التعبير اقوى عن الحب، تعبير اقوى ابو العز. ادري استاذ، اذا انا جسمي صاير منخر من الطلقات فدوى اروح لك، هو انا مال تعبير. اذا ما عندك امكانيه للتعبير عن الحب احنا ليش موجودين؟ اطلب واحنا نشرح لك. حلو. ابو علي خلص. طلع 5 دقائق. واني 5 دقائق. جاك استاذ. يلا يا ابو شربت شاي. مرحبا خالة، على عيني. شلونك؟ أمل موجودة؟ يومنا لازم صدمة كلش قوية قعدتش بالبيت وخلتنا نقلق عليك. تسمعين موسيقى؟ لا ما جاي اسمع موسيقى، جاي اسمعك إلك. منى ما أدري، بس الظاهر الإنسان لما يمر بتجارب كبيرة مو بس يكتشف الآخرين لكن يكتشف نفسه. أي؟ وأنا هسه أمر بتجربة كلش كبيرة. أيوه، شو اكتشفتي؟ اكتشفت الخوف، الوحدة، كأن كل شيء كان في هذا العالم مرتب ومصفد وفجأة كل شيء تخربط، انقلب رأسا على عقب. النوبة لازم انت تعيدين ترتيب الوضعية وحدك. ممكن توضحينا شو مدى التقط الموجة؟ وضعي مع صبحي مثلا. ايش في صبحي؟ منى احس اكو فشي ما مرتب، شي مراهم، لكن وضعي ويا جلال كل شي مترتب، كأن المسرح مهيأ، الادوار جاهزة وكل شي قاعد بمكانه. وهسه ما ادري منى، ما ادري. اي شنو ما تدرين؟ اشو المسرح جاهز والادوار حاضره والتمثيل بدمنا وهذا الكاتني. يعني ايش باقي؟ ستار. فهمي ما وصلك بعد. اول ما توصل البرقيه راسا على الشحن، لان حرامات تدفع اجور مال التاخير. على وقتك صبحي، خليك مطمئن، وانا من هسه راح اكون بانتظار اخبارك. ما
ماكو غير الخير ان شاء الله. اشكرك عمي. الله يسمع من حلق جدادك. طبعا اموله ما نعدكم الا نرجع من الخارج، ها؟ وإلك علي اجيب لك بدله من اكبر المحلات هناك، والله لا اخلي البنات كلهم يغارون منك. شكرا صدقي. الله لا يخلينا منك يمه، تروح سالم وترجع لنا غانم بجاه حبيبنا محمد. تسلمي لي عمي. هذا شي يوم؟ سلامتك وليدي سلامتك، دير بالك على روحك وليدي. صح. وانت يا عمي ما هذا شيء؟ اريدك تجي سالم يمه. الله وياك خليك الله. شكرا. الله وياك وليدي الله وياك، بس دير بالك على روحك وليدي. اشكرك يوم. وانت يا عمي؟ اريدك سالم يمه. الله ومحمد وياك. مع السلامه. مع السلامه اموله. السلام مع السلامة وليدي. الله وياك. العشين طعمه حلو يا اهل الغوى لا وعيوني مدام يحكم عدل على المبتلي لا يبض عندنا جبل غريب بشافته لا مار انا ممنون لقلوله انا جلال توقع هيك وقعه كافره يابا ما صدق حتى لو تحلفني بهالنعمه لما تسود. لا ابو علي لا، اصلا هذه مو وقعه، هذه بيها فتشي ابو علي ما ادري. اصلا اني اشوف البنيه احس نفسي فتشي ارقى وانقى. هذه البنيه بيها فد جمال وروعة، تصب بأي شيء تشوفه أو تفكر به أو تلمسه. هاي هي لعب خوي مولاي أكبر شنقال بالولاية ما يطلعك من الشوط. قوم أخويا قوم هذا حجي مال واحد شبعان غاب. يا بجاجة دق عليكم. هلا ويا سندباد الحب والجمال يا سلام ومنتزع الآهات من قلوب العذارى يما جلب صادوك يا طير النسر وانت النسر يا طوير يا سلام صيدني ويا الله ويا الماري صدق هلا جلال. هلا أمل. أمل ولو أني ما أريد أقطع عليك هذه اللحظات الحلوة، بس أنا يهمني أحكي وياك. ما أعرف إيش راح تقول جلال. ولو مع ذلك أنا يهمني كلش تسمعيني. أمل أنا قبل ما أعرفك كانت نظرتي لعلاقاتي نظرة سطحية، وجيت أعيشها بشكل هامشي وبدون تركيز. ولكن بعد ما عرفتك أنت مو بس غيرتي نظرتي تجاه الأمور، وأنا ما أنت غيرتيني إلي. غريبة، أنا على قصر معرفتي بيك أشعر وياك بالأمان، وأحس كأنه صار فترة كلش طويلة أعرفك.
وكأنه كان اكو موعد غير مؤلم بيناتنا وفجأة تحقق. يعني تتصورين أمل إنه فيلم الحياة ممكن نتقاسم بطولته إحنا الاثنين؟ بس ما تعتقد يحتاج لنا مخرج؟ القدر هو اللي ألف هذا الفيلم وهو اللي راح يتولى إخراجه. جلال، أنا واثقة كل الثقة من نبل مشاعرك وعمقها، بس أريدك تاخذ فكرة عن وضع بيتنا. إيش ما يكون نواجه طالما إحنا سويا نواجه. بس أعتقد راح يعارضون. أمل، أعظم شيء بالوجود هو ولادة علاقة حية، فشلون تريدين ولادة بدون ألم؟ أستاذ، أنا أعتذر عن هذه الزيارة المفاجئة. لا أبدا ما كل داعي للاعتذار. أهلا وسهلا. الواقع أنا جاي بخصوص الآنسة أمل. عفوا خيرا. لا شك، إنسانة رائعة وممتازة وبالوقت نفسه موهوبة جدا. العفو أستاذ، ترى أعتقد أمل بنتنا وإحنا نعرفها أكثر من غيرنا، بس أنا لسه ما فاهم شو الموضوع. هو هذا الموضوع، يعني حضرتك ما تتفق وياي في أن موهبة الآنسة أمل ما لازم تروح أو تضيع هدر؟ بالقدرة اللي تملكها ممكن تسوي هواية أشياء. يعني حضرتك فنان مثل ما أتوقع. اي نعم، لابد شايفني هنا. اي فعلا وجه حضرتك مو غريب علي، بس العفو ولا زغرا بيك. شنو يعني فنان؟ يعني حضرتك مسامع أغنية، مشايف فيلم أو مسرحية، هذا هو الفن. أنا فاهم أستاذ، فاهم. هاي من الأشياء اليومية اللي تحيط بينا، بس شو يسوي؟ يسوي أعمال ترفه عن الناس وتفيدهم. ترفه عن الناس إيه، بس تفيدهم. أنا هاي اللي مفاهمها. تسمح توضح لي إياها؟ يعني هسه لو ناخذ أي فيلم بيه فكرة، بيه قصة، توجه الناس. يمكن هذا ينطبق على الأفلام القليلة اللي نشوفها، بس حضرتك ما تعتقد أنه أكثرية ما يعرض على الناس لازم ينحجب؟ العفو أستاذ، احنا ولو انجرينا إلى موضوع ثاني، بس السينما عموما ما ممكن تنهض إلا بدعم منكم أنتم، لأن هي منكم وإلكم، فمحتاجة لتفاعلكم. لحد الآن نظرة المجتمع إلى هيش نوع نشاط هي نظرة قاصرة. الكثير من الناس يتهيبون اقتحامها، ولو أكو هناك كفاءات واعية وجيدة تقتحم هذا المجال فكان ممكن تنهض به. إذا مثل ما تقول حضرتك، نظرة المجتمع هي الأساس وهي اللي لازم تتبدل. بالتأكيد، وإلا كنا بمقدمتنا الفن نفسه ممكن نروح ضحية لهذه النظرة المتخلفة. زين، وشنو اللي يضطرني بهالحالة أن أقدم أختي ضحية على المذبح؟ العفو أستاذ، الآنسة أمل إنسانة مثقفة وواعية، فاتركها تختار. هذا صحيح أستاذ، لو كانت تصرفاتها ملكها وحدها وبس، لكن حضرتك تعرف أنه بمجتمعنا تصرفات البنية محسوبة على أهلها. طيب أنا بهالحالة يسعدني ويشرفني أن أتحمل مسؤولية الآنسة أمل وحدي. شلون يعني؟ إذا منحتوني شرف الموافقة على طلب إيد الآنسة أمل. أعتقد هسه توضحت الأمور. يعني هاي كلها كانت مقدمات، بس الحقيقة حضرتك جاي خاطب. تقدر تعتبرني من هذه اللحظة أطمح إلى هذا الشرف. إذا أنا مضطر بهالحالة أن أنهي الحديث وياك أستاذ، مع خالص احترامي إلك ولفنك، بس الظاهر أنت غلطت بالعنوان. أحد تعرف أستاذ، إحنا هنا عندنا تقاليد
اتمنى لك التوفيق بمكان اخر. الكلية والفن غير لا تسجل. هو إذا يجي عن الأصول على الأقل أرفض الطلبة بنذاكر مو تجرح كرامته. إذا تحكين بالأصول آنسة فالأصول أن يجي الواحد ويشيد عنا تعامل شامل. المفروض يسأل أولا، ينطي خبر ثانيا، والأهم من هذا يعرف عليه من جاي. إنما نتوجه. جلال إنسان نبيل وإنسان صادق ومن يحس بشي ما يقدر يخفيه. وقوله بسرعة. فنان يعني مو؟ هو هذا سبب رواقته، لأن جلال إنسان من عائلة نبيلة، بس مع الأسف إحنا ما عرفنا نحترمه. شو أنت قاعد تحكين وكأنه إحنا أجرمنا بحقه. ابن عمك وبين هذا الأفندي؟ إذا بمقاييس السوق والتجارة والصفقات المالية فأكيد أي وجه للمقارنة ما فيه، لكن إذا بمقاييس المشاعر والأحاسيس الإنسانية فأعتقد جلال أثبت جدارته. عمل! ما تشوفي نفسك تجاوزت حدودك؟ شجاعك ماما تخبلتي مو تخبلتي؟ ماما تجينا وصلت العظم الشر اظل ساكته وماما ساكته. ليش يا ستار صار؟ غيرك بنيه تبوس ايدها وجهها وقفها، الفرحه ما توسعها بالدنيا، ليش اكو قسمه احسن من قسمه صبحي؟ ماما القضيه مو يوم صبحي، ماما صبحي كامل ومكمل وكل البنات يتمنوا. لعب عشقه ما يناسبني يوم. انا قد درست وتعلمت، صرت حتى امارس اختصاصي، اذا صبحي ما يفهم هذا الشيء فمعناته حياتي راح تصير جحيم. بس اعمل بس انا هذا الحكي ما يعجبني، ايش بيه صبحي يمه؟ ما يفهم؟ وليلي مقصر؟ لا حاجه مو قاصر، بس صبحي ما يريد له زوجه، يريد له ربة بيت. ماما تفهمي شنو ربة بيت؟ ماما الحياة هسه صارت غير شكل، الحياة الزوجية مو بس طبخ وغسل هدوم وبس، ماما الحياة الزوجية مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة. وهذا المحصن اللي اجى يحكي ويا اخوك، يعني فاهم؟ كامل مكمل كل شيء يفتهم؟ اي فاهمها ويحترمها، ولهذا السبب اني. ماما تفهمي شنو؟ ايش عندك بالكادر؟ تريدهم كلهم استاذ بالكادر لو تريد بس اثنين؟ لا كلهم. اوكي. بس قريب الشاري وبطيء. زين ارجع. اشو هذا جلال؟ على بعض اليوم ما تشبيه. يعني غايص بالغرام؟ دور صيحة خلينا نشتغل. صيحة؟ اخوان جاهزين كلكم؟ عيني جلال حاضر؟ اخي متاخرنا. جلال كل شيء جاهز للتصل، قوم اخويا قوم. العم راح يدخل من الباب قبله. نعم. تمشي ويا طان الى ان يصير بالوسط. نعم. تفتح وتجمعهم كلهم. صار استاذ. يلا ارجع. يلا ابو علي. جاهزين استاذ؟ يلا. جاهزين اخوان؟ عيني يا ابو وحيد. مو تدخل يا اخوي. عيني برا عيني. اخوان حاضرين؟ صوت. جاهز. كاميرا. حاضر. شاكر. الحب الكبير 42 6 تيك 2. اكشن. خانم رايحه جايه من حبيبي الغالي، يقولون الدم ما يصير ماي، ما تحكي يا بنت الهبه. عمي انت احكي وياي هاني، مالك لازم بيهم. هيجي هو بقعه كذي حكي؟ لعد ابني هيجي ان كان وينشرب عليه دول كما يخافي. ابنك مجرم عمي، واشكر ربك انه الولد ما مات، ولا كان ابنك هسه متعلق. ايه ليش لا؟
بسلامة راسها للخاتون اختك. من ايده من ايده. لا تقول لي شنو لاحقها للبنيه بعاره وعرعاره ما تريده. قوه هي لقت الانسان اللي يمكن ان تعيش وياه بسعاده. اي حق يعترض طريق سعادتها. احنا بنهايه القرن العشرين. القرن العشرين حق مشروع للبنيه ان تختار شريك حياتها بنفسها. واكو قوانين تحمي هذا الحق. كافي! بعد ما اتحمل هذا كلام فارغ. علاقات مثاليه وحب كذب هذا اللي تقدموه للناس. هذه ابدا مو سينما. شوف جلال، أنا ما أسمح لك تهين قدسية العمل. أرجوك أستاذي، أرجوك أنا بعد ما أتحمل أستمر بهذا الفيلم. اختار واحد غيري. أنا بعد ما أفيدكم. طب والله يا معلم ساكت. شو تسوي يا اخوي؟ شو تركيز؟ انتظروا لحظة. شوف سيد نور شو يقول. نصور. بدك تردي لي الأمانة أمل؟ لا، بس بدي أخاطبك بنفس وسيلتك. الظاهر إحنا كنا نحكي بلغتين مختلفة. بعدك متألم؟ لا، بس حزين. أنا ما كنت متصور عالمنا بهيج تشفي وهيج قسوة. جلال، لا تكون هالقد قاسي بحكمك. انت لو تنظر الموقف فهم بتجرد تلقاه كلش منطقي وطبيعي. اصلا انا ببداية كلامه صورت الرجل مثقف وفاهم المسألة كل زين. انت تقبل الناس يطوعوا لك بمواقف ويتبرعوا لك بحلول؟ لا طبعا لا. اذن لازم انت اول من يتبنى الدفاع عن قضيته ويصر على موقفه هذا مهما كلف الامر. جلال، حتى الاخرين ينتبهوا لك ويقدموا لك دعمهم بشكل طبيعي، يعني يشعرون انت على حق. بس هذا ما صار. اذا انت تسكت وانا اسكت والاخرين يسكتون ونستكين المثل هيك واقع متخلف، اكيد بسكوتنا هذا وعدم مواجهتنا لمثل هيك امور متخلفه اكيد راح تتراكم الاخطاء وتضيع المقاييس ويختلط الجهل بالعلم. وهاي كلها انا المسؤول عنها؟ مو بس انت جلال، لكن انت لازم تتحمل قسطك من المسؤوليه، واني هم مثل ما اي فنان يجب ان يتحمل قسطه من المسؤوليه. واني وانتي امل نروح ضحايا واحنا ساكتين؟ ليه ضحايا؟ قول رواد طليعة تحاول ترسيخ هذه الحقائق بوجدان الناس. جلال، اي حل ما ينبع من هاي الارضيه يظل حل ناقص، مثل حصان ابو علي مصبوغ نص نص، يمشي شغل مؤقت بس يظل. جلال، كان يعز علي الجابر مثل هيك موقف، بس بدك تواجهه حتى نقدر نحكي. يعني هاي اقدر اعتبرها وداعية؟ بس اريدك تفهم شيء قبل ما اروح. لو اكو صدق خيار كان اختاريتك. ولتشعلنا النار. لقد أتيت لأهب بلاد اليونان يوم الخلاص يتوجه النصر. تقدموا، توج رأسي بأكاليل الغار، توج رأسي بأكاليل الغار. توج بأكاليل الغار. ها هي قصلات شعري اللي تضعوها عليها. لقد ربيتموني لأكون مشعل الحرية وسراج النور لبلاد الإغريق.
وها أنا إلى الموت راضية وداعا إني في طريقي إلى حياة أخرى وإلى مصير آخر وداعا وداعا. أمل أمل حبيبتي، شو حبيبتي اللي كنت خايفة منه وقعت فيه. اسمعني يا حبيبتي، بعد الأمور ما منتهية وأكو مجال واسع للتفاهم. تفاهم؟ ويا فهمي؟ لا مو يا فهمي، أكو طرف أهم من فهمي. تقصدين صبحي؟ أي صبحي، هو واحد المعني بالموضوع ولازم يفهمه منك مباشرة. هذا اللي معذبني يا منى. شو أقول على صبحي؟ شاب يمتلك كل مواصفات النجاح وجماله ابن عمي وشريك فهمي بكل أعماله. وإذا منى قلبه بلاستيك، عقله وتفكيره ومشاعره وأحاسيسه كلها بعمله وبمشاريعه وبس، والزوجة بالنسبة له تبقى شيء ثانوي. ترضي لي أنت هذا الدور؟ إذا جابي وفهمي. شو أقول له؟ كل هذا اللي قلتيه زين. راح ولا؟ هي راح، الله لا ينطي، والله هي وقتها هيك يسوي هذا، فرض ما يخلص الفيلم شو تخبط انجان؟ لا خش بالفلسفة، ضيع نفسه المسكين. فلسفة؟ زين هاي شو تخلي له الطيب استاذ؟ يا ما هو شايفين هواية من هيك اشكال. بدلة بدلة شو استاذ؟ استاذ شو بدلة؟ والمصاريف واللي صورناه ومن يقول هم يوافقون. إذا ما وافقوا ذاك الوقت نشيل كل دورة من الفيلم. شلون نشيل الدورة؟ شلون؟ شيل من الطول حط على العرض، شيل من العرض حط على الطول، يعني ابني أنا أظل أفهم بيك؟ زين. هسه ما كنا على تصوير حفلة العرس الليلة، مضبط أمورك؟ والله استاذ هذا مسؤول الانتاج. ايش بيه؟ استاذ اعترض على تصوير حفلة الليلة، يقول هاي بيها مطربين وعازفين وكورس وهاي كلها ايجور، وهو عنده الميزانية متعلقة يعني واصلة الى حد ما تتحمل. زين والحل؟ أنا ما ادري، أنا محاير مثلك. انت قلت له هاي نهاية فيلم ولازم تجيب ضربة قوية حتى تترك أثر. كلها اللي قلت لي إياه قلت لي إياه. وش قال؟ قال دبروا حالكم بالموجود. احنا ليش خلي مخرج وخليك لك مساعد وخاطيكم استاذ فني وهلا ويش يقول؟ ويش من حفل واحد. طيب صحراويهم الإخراج شو يسوي؟ نعم استاذ، هذا المشهد اريد تعبرون عن انتصاركم بالحب، وانتصار الحب على الحقد والكراهيه. صار استاذ. كم مرتفعه عالي. صار استاذ. مفهوم. سكوت يا جماعه. يا كراهيه فدوى الاول. كافي ابو العز، كافي شغل. يا جماعه انتبهوا، هذا المشهد ترى امتحان إن كلنا. زين، أنا بهالمشهد أريد أراوي للإنتاج شو يسوي الإخراج. نعم. صار أستاذ دلل. بكلمة أكشن، من أقول أكشن الكل على آلته وبحماس وتتبعون أبو علي ومربعاته بصوت الجهوري. أستاذ أصلا أنت قدها ونص، ماكو مشكلة تعصى عليك، كل شيء تدبر. ومثل ما يقولون المثل يقول ختامه راح يكون مسك وعنبر. ما قلت لكم فتح غمض تلقاها رهمت، واليوم راح نختمها ختمة تسوى زفة عرس للظالم. عيوني
كل الزفة تحصرها بكادر واحد، وترجع الكسرات وياهم على كيفك. صارت لا يفلت الكادر، لا على راحتك تحصرهم. صارت سكوت يا جماعة. حاضرين أستاذ. صوت ماشي. كاميرا ماشي. الأكشن الأكساد. أكشن. والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، الليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، الليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، الليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، نتمنى لابو الحسين يا عيوني، والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي. عرسك يا حلو مبروك يا عيوني، والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، يا اخوان فرحوا لي، والليلة عرس يا اخوان فرحوا لي، والليلة عرس يا يعني انت هذا قرارك؟ أرجوك صبحي لا تفهم الأمور بهالصيغة. أريد أجرح شعورك. بس انت جرحت شعوري فعلا، جرحتي بعمق. لا صبحي لا، أرجوك لا تحكي هيجي. تدري أنا قد أعزك وأحترمك وما أقدر أكذب عليك، ولازم أصارحك بكل شيء. بس كان ممكن من الأول، مو بعد ما تورطنا. صبحي أنا تفاجأت، صدقني تفاجأت بموضوع الخطوبة، ومن كثر احترامي إلك ما قدرت أرفض. طيب وهسه شنو اللي حصل؟ الاحترام وحده ما يكفي لبناء حياة زوجية متينة. صبحي أنا ما مخلوقة حتى أنحبس ببيت، لأن أكو شيء. صبحي تممني. ميداني أصبح الفن، والإنسان اللي يرتبط بيه لازم يفهم هذه الحقيقة كل زين. أرجوك صبحي لا تفهم المسألة باعتبارها مسألة عواطف ومشاعر، لأن أنت راح تظل بالنسبة لي. تعرفين أمل، السوق علمنا أشياء هواية، وأهم ما علمنا إياه السوق أن نشوف الأمور مثل ما هي، مو مثل ما لازم إحنا نشوفها. لو فاتك الزاد قول هني. اعتبريه هدية.
عمو ترى اهم شيء مو هذا الصبغ اللي على الوجه، اهم شيء الشعور اللي يطلع منه من القلب. اهم شيء لازم يسويه الانسان هو ان يؤمن بالشيء اللي يسويه. متى ما يؤمن بعد ما راح يحتاج للصبغ، لان هي الكلمات راح تطلع ملونه من وحدها. مو عمو؟ نعم حبيبي. يلا اترككم تلعبون. باي باي. باي باي. باي باي عمو. باي باي.